السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وأحبابنا ومتابعينا من كل مكان، متابعي قناة القصر للستائر والمفروشات. محمد أبو الحسن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع أحدث إنتاجنا النهاردة من المجالس العربية والخليجية والسعودية واليمنية والمغربية. معادنا النهاردة مع أحدث إنتاجنا مجلس عربي ارتفاع الشلتة بتاعته 35 سنتي. ارتفاع الشلتة 35 سنتي، واخدة 2 دوران، واخدة 2 دوران بس عشان يتقلب على الوشين، عشان يتقلب على الناحيتين الاتنين. الناحية دلوقتي اللي فوق بني، الوش اللي فوق بتاع الشلتة بني، والوش اللي تحت بيج. لما يتقلب على الوش التاني هيبقى الوش اللي فوق هو اللي بيج والوش اللي تحت هو اللي بني. مسند الظهر واخد دورتين اتنين، الدورة اللي فوق بيج والدورة اللي في النص بني. والمخدات الايد اللي هي التكايات مربعة وكلها بيج، ما عدا الطبة من قدام اللي هي صدر المخدة من قدام واخدة اللون البني. طبعا الشغل ده كله معمول من السفنج الريبوند الكثافة 90، وعليه طبقة من فوق من ضمن 35 سنتي، طبقة 3 سنتي سفنج كثافة 30. الطبقة دي من ضمن 35، يعني الريبوند 32 والطبقة اللي فوق 3 سنتي دي كثافة 30، يعني التوتال بتاع ارتفاع الشلتة كله 35 سنتي. هنشوف بعد المجلس ده على طول السفنج الريبوند وعليه الطبقة اللي هي 3 سنتي من فوق ومن تحت، او من تحت بس او من فوق بس، اللي هي الكثافة 30. وفي المصنع عشان خاطر ناس كتير بتسألني شكل السفنج الريبوند ازاي وعليه الطبقة دي بيبقى شكلها ازاي. وبعد ما نشوف، بعد ما نروح المصنع ونشوف السفنج الريبوند الكثافة 90 وعليه طبقتين من فوق، طبقة من فوق وطبقة من تحت 5 سنتي كثافة 30، هنروح نشوف 90 موديل من أحدث إنتاجنا وتصميمنا من المجالس العربية بأشكال مختلفة وتصميمات متنوعة. بس ما تنساش فضلا وكرما تعمل لنا إعجاب في الفيديو وتشترك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد من عندنا. بس دي الشلتة دي ارتفاعها 40 سنتي، اللي قدام حضرتك دي الشلتة دي ارتفاعها 40 سنتي، منهم 5 سنتي فوق و5 سنتي تحت سفنج كثافة 35. بنحط سفنج فوق وسفنج تحت ليه كثافة 35؟ السفنج ده عشان خاطر لما حضرتك تقعد على الشلتة تبقى الشلتة مرنة، لأن السفنج الريبوند ده محمل وناشف شوية، فبيبقى اللي قاعد على الشلتة متضايق وحاسس إنه قاعد على حاجة ناشفة أوي، مش قاعد مرتاح. كمان لو حب ينام على الشلتة ما بيبقاش برضه مرتاح. فاحنا بنحط ال5 سنتي فوق وال5 سنتي تحت على الشلتة عشان خاطر تبقى القعدة مريحة. طب بنحط من تحت الشلتة ليه؟ عشان لو قلبنا الشلتة على الناحية التانية تبقى الشلتة برضو عليها ال5 سنتي بتوعها، اللي هو المرنين اللي بيريحوا في القعدة وما يبقاش فيه مشاكل أثناء القعدة أو أثناء النوم، أو الأطفال أو أي حد قاعد على الشلتة يبقى قاعد مرتاح مش متضرر ولا متضايق لأن الشلتة ناشفة. طبعا السفنج ده مرن ما بيهبطش ولا حاجة، اللي هو ال5 سنتي ده حاجة ما شاء الله كويسة يعني. وبنحطها عشان خاطر زي ما قلنا تدي مرونة في القعدة. بنحط للشلتة بس، ما بنحطش للظهر ولا لمخدة الإيد. تعالوا بقى نشوف مع بعض 60 موديل وتصميم من شغلنا وإنتاجنا بأشكال مختلفة ورسومات مختلفة وارتفاعات. يعني هتلاقي الشلتة من أول الارتفاع 15 سنتي لغاية الارتفاع 50 سنتي، كل الارتفاعات في 60 موديل الموجودين. هتلاقي المسند الاتنين دوران والمسند الدورة واحدة. هتلاقي الشلتة المربعة والشلتة اللي واخدة دورة واحدة والشلتة اللي واخدة دورتين وثلاث دورانات واربع دورانات. هتلاقي مخدة اليد اللي هي التكاية المربعة والفورمة والدورانات والمشطوفة. هتلاقي كل الموديلات موجودة في ال60 موديل دول. أرجو إن هم ينالوا إعجابكم إن شاء الله. بس ما تنساش الإعجاب بالفيديو وتشترك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد من عندنا. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.